الخطوة الأولى هو إن أنا دخلت على الويب سايت بتاعهم، قريت أغلب الحاجات اللي فيها بسرعة. وحبيت أوصل كده لشكل البروفايل أو شكل الكاستمرز اللي هم بيستخدموا جيم بول، بيستخدموه ليه، إيه أكتر حاجة بتميز جيم بول and so on. الخطوة الأولى حاولت أدور شوية كده عليهم، لقيتهم أكتف جدا على شوبيفاي أب ستور، وعندهم 215 ريفيو، وريفيوز عليهم هايلة. يعني الصراحة لما قريت ريفيوز اتبسطت إن في ساس برودكت طالع من مصر كده وبيجيب ريفيوز محترمة شبه جيم بول. المهم، اي سكريبت عملت سكريبنج للداتا. سكريبنج يعني ان انا طلعت الداتا اللي مكتوبه هنا، سحبت الداتا دي كلها حطيتها على الاكسل شيت، ال 215 ريفيو دول، باستخدام تول اسمها انستنت داتا سكريبر. خدت الداتا دي ورحت لشات جي بي تي، طلبت منه يا شات جي بي تي خد الريفيوز بتاعت جيم بول، وقول لي الناس بتستخدمها ليه، اشتكت من ايه، اكتر حاجه عجبها ايه، اكتر حاجه ما عجبتهاش. ويطلع لي اناليسس كده لطيفه. آه، تعالى اوريكم طيب، طلع لي ان الدريم اوتكم ان الكاستمرز بتوعهم بيدوروا عليها هو ان هو يزود اللايف تايم فاليو بتاعت الكاستمر، يعمل كاستمايزيشن للريوردنج سيستم، ان هو يبقى في ايز اوف يوز اند سيت اب. وواضح ان دي مشكله عند الكومبيتيتورز بتوع جيم بول. ففهمت اكتر عن جيم بول بشكل من غير بشكل مختصر، من غير ما اضطر ان انا اقرا كل الريفيوز